الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الخير على كل متابعين يوميات وإبداعات دودي. النهاردة قبل ما أبدأ معاكم الفيديو بحب أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل وبتطمن عليا الفترة اللي فاتت دي. أنا غبت عنكم كتير، بس والله كان لظروف تعبي. أنا كنت تعبانة جدا، كنت واخدة دور برد شديد، يمكن لسه باين على صوتي لحد دلوقتي، بس الحمد لله ربنا يا رب يشفينا ويعافينا. كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكانت بتطلب مني ان انا انزل فيديوهات وانزل، وكانت طالبه مني حاجات، انا بوعدهم ان انا هنزل كل الاكلات والوصفات اللي هم طلبوها على الفتره اللي جايه بمشيئه الرحمن. ومتشكره جدا لسؤالهم والكل اللي كان بيطمن عليا. هنبدا الفيديو النهارده. زي ما قلت لكم هو فيديو حلو جدا، اكله شتوي سخنه، طعمها حلو جدا وسهله وبسيطه، وهنعملها من غير اي تعب. يعني هنعملها كلها في حله واحده، يعني مش محتاجين ان احنا نغسل بقى مواعين في البرد دوت ولا نبهدل المطبخ. لا لا لا، هنعمل كل الوصفه بتاعتنا وكل اكلتنا في حله واحده، والنتيجه تحفه وهتبهرك. احلى ما بتاكليها من بره تماما. يعني هتعمليها بطريقه سهله جدا معايا. هنيجي نبدا كده ونحضر الحاجات اللي احنا هنستخدمها. زي ما قلنا احنا هنستخدم كله في حله واحده. هنبتدي نسلق اللحمه. بصوا طريقه سلق اللحمه سهله جدا، يعني مش محتاجه حاجه. انا سلقتها معاكم قبل كده، عشان كده ما طولش عليكم وقت الفيديو. انا بدات شوحت اللحمه وحطيت فيها البصله والفلفل الاسود ورق اللورا، وحطيت لها الميه السخنه عشان تغلي. كده اللحمه بتاعتي اهي بدات دخلت في السوا. وبصي المرقه كتير شويه علشان انا دي اللي انا هحتاجها لسلق المكرونه. بس انا اللحمه كده بتاعتي استوت، او يعني خلاص 3/4 سوا. يعني مجرد ان هي ايه ال10 دقايق اللي احنا هنسوي فيهم او 7 دقايق اللي هنسوي فيهم المكرونه، بس مش اكتر من كده. انا دي كميه الشوربه بتاعتي حلوه جدا. هكون محضره بقى. انا عندي هنا كيلو الا ربع طماطم، عصرته وصفيته خالص، يعني مش محتاجه فيه ولا القشور ولا البذره بتاع الطماطم. عصرت الطماطم وصفتها وضفتها هنا على الشوربه. وهضيف كمان عليها معلقتين من صلصه الطماطم. دي الصلصه اللي احنا مسبكينها. انا بسبكها واشيلها كده ببرطمانات ازاز في التلاجة. لما بتكون الطماطم مش حمرا قوي او ما عنديش طماطم، بطلع منها واستخدمها على طول متسبكه جاهزه على انك تستخدميها على طول. كده انا حطيت الصلصه، هغطي عليها واسيبها لحد ما تغلي. بص كده الصلصه بتاعتنا بدات تغلي اهي. وانا بحب المكرونه اللي هي المبكبكه دي تبقى سبايسي شويه، فانتي لو بتحبيها كده هتحطي فيها كام قرن فلفل. انا حطاها القرون دي كده علشان لو انتي مش محتاجاه، يعني مش عايزاها حاميه قوي. لكن لو عايزاها حاميه قوي حطي الفلفل الاحمر ده يكون متقطع. هنا هبتدي انزل بالمكرونه. وبصوا ده السر ان اللي بيطلع معاكي المكرونه مظبوطه بالظبط زي المطاعم، ان انتي ما بتسلقيش المكرونه. لو سلقنا المكرونه وحطيناها في الصلصه احنا كده مش بنعمل مبكبكه، انت كده بتعملي مكرونه بالصلصه عاديه جدا. لكن المبكبكه سرها في انك بتسلقي المكرونه في قلب الصوص بتاعها، في قلب الطماطم. يعني احنا هنسلق المكرونه في قلب الشوربه والطماطم اللي احنا حطيناها. وبصي الكميه بتبقى كافيه ازاي. ولو حسينا ان هي هتقل معانا شويه هنزود شويه ميه، مفيش مشاكل، بس تبقى ميه سخنه. لكن انا المقدار بتاعي حلو جدا. بصي بتبكبك ازاي، هو ده اللي بيقولوا عليها مبكبكه. بصي بتبكبك ازاي.
احنا هنا بعد ما حطيناها طبعا مش بنغطي المكرونه، المكرونه وهي بتتسلق مش بتتغطى تماما. بعد ما حطيتها كده بدقيقتين ببتدي ايه، ببتدي اقلبها عشان المكرونه متلزقش مني تحت. انا كده هدوق الملح بتاعها. انا كنت فعلا يعني مملحه الشوربه، بس عايزه اتاكد من الحدق بعد ما ضفت المكرونه. والفلفل كده قرون يعني الواحده بوحدتها، بحيث ان اللي مش عايزه بعد كده مجرد بس ان هو يدي شويه حميان في الصلصه، وممكن تطلعيه تستغني عنه لو انت مش محتاجاه. بص اول دقيقتين تلاتة كده ايدي مستمريه بالتقليب في المكرونه بين فتره والتانيه علشان المكرونه ما تلزقش مني تحت. وبصي كمان المكرونه لما بسلقها في المرقه بتاعتها او في الطماطم والشوربه دي، بصي بتخلي الصلصه الصوص بتاعها يتقل. بصي كده المكرونه دخلت معايا في مرحله السوا، وبصي الصوص تقل ازاي. بصي اللحمه بسم الله ما شاء الله استوت جدا. بص بدأ العظم يتفصص منها. انا عاملاها على لحمه ضاني، انا عملتها زي ما بتتقدم لنا في المطاعم بالظبط، يعني عملت المبكبكه على لحمه ضاني. ممكن تعمليها على لحمه كندوز عادي مفيش اي مشاكل، بس على الضاني بيبقى طعمها حلو جدا. بص كده استوت معانا. ماشي، ودي غرفناها في الاطباق. ما خدتش مننا وقت تماما، يعني هو بالظبط اللحمه بتاخد من مثلا من 30 دقيقه او من 20 دقيقه ل 30 دقيقه لو الضاني صغير. ما بياخدش معانا وقت كتير، نص ساعه بيكون استوى. والمكرونه حسب المكرونه اللي انت بتستخدميها، يعني انا بستخدم حوا او الملكه بالظبط من 7 ل 8 دقايق بتكون اتسرقت. يعني عملنا اكله بالظبط في خلال 40 دقيقه وفي حله واحده، وطعمها تحفه وسهله جدا. اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا يا ريت يحط لايك ويكتب لي كومنت حلو وشيل الفيديو لو عجبك. وبألف هنا وشفا، طعمها بجد والله يستحق التجربة، حلوة جدا. ولو عملتيها في البيت وجربتيها استحالة ان انت تروحي تاكليها بره تاني. يعني بجد طعمها والله حلو جدا، احلى ما بتاكليها من بره تماما. وعلى فكرة المكرونة دي لازم تتاكل سخنة، يعني اول ما بننزلها كده من على النار على طول بنغرف وبناكل، ما ينفعش نسيبها تاني.